حراق إصبعه أكلة شتوية وبغنى عن التعريف، بيعملوها دول بلاد الشام الأربعة. أساس المكونات بهالوصفة واحد مهما تعددت الأذواق الشخصية. أنا رح أعمل كمية لأنها بتتاكل على البارد وعلى الساخن، بتقعد يومين وثلاثة بالثلاجة ما بصير عليها أي شيء. المكون الأساسي هو العدس الأسود، أنا مستعملة العدس البلدي اللي حبته صغيرة، منقوع بالمي السخنة ومغسول كتير منيح ومصفى. بحطه بالطنجرة على النار العالية وبدير عليه مي سخنة وبغمره فيها فوقه ب 2 سم أو 3 سم، بستناه لحتى يغلى ويفور وبنقشط عنه الرغوة من فوق بنضفه كتير منيح. ولما يستوي العدس 80% بننزل عليه الملح والباستا. الأصل بهاي الوصفة إنه ينضاف لإلها عجينة مقطعة بنفس الشكل اللي مقطع فيها الفاتوتشيني باستا، وعجينته بتشبه عجينة الششبرك. بس الدنيا تسهلت علينا فإحنا بنستعمل الباستا الجاهزة اللي إحنا بنستعملها بالفاتوتشيني، بنكسرها كسرة صغيرة وبنضيفها على العدس. هون لازم نشوف إحنا إذا بدها ملح أو لا، فأنا ضفت شوية ملح وضفت لها مية مغلية، وضروري إنه المية تكون غامرتها والمية مبحبحة في هاي الوصفة، لأنه بعد شوي رح نضيف إضافات رح تخليها تتسبك وتكون المرقة تقيلة. وهلا لما نشوف الطبخة قربت تستوي، سواء العجين إذا ضفت العجين أو الباستا تبعتنا والعدس، بتبلش نحط إضافاتنا، بتبلش الأذواق الشخصية. مني وعلي رح أضيف دبس الرمان والليمون والكزبرة الخضراء، بضل إلها إضافتين، البصل المقلي والتمر الهندي، وهدول التنتين أنا ما بحبهم يكونوا جوا هاي الطبخة. بس الناس اللي ما عندها مشكلة في البصل يكون مقلي جوا المرقة ضيفوها، لأنه بيقولوا عنها كتير زاكية، هي والتمر الهندي. وهلا بنعمل قدحة الثوم بالزيت الزيتون مع شوية كزبرة خضراء، أول ما نشم ريحة الثوم طلعت بنسقطها جوا الطبخة. ولا أسرع ولا أسهل ولا أذكى من هيك وصفة. بس ديروا بالكم تعملوا قدحة الثوم تستعجلوا عليها، القدحة هاي تنضاف بنهاية الطبخة بعد ما نشوف إنه المرقة صارت تقيلة ومسبكة. نتركهم غلوتين ثلاثة مع بعض وبعدين بنقدم الصحن. هذا الطبق عنا حاله من حال كتير وصفات، إذا ما كان مرتب من برا وشكله كتير حلو ما إله سوق عنا ومستحيل حدا ياكله. لازم يكون مزوق وفيه ألوان حلوة وعليه كل الإضافات اللي بنحبها. بتقدروا أكيد تحطوا بصل مقلي من فوق، أنا بالنسبة لي لا، عملته على ذوقي. الخبز المقلي والرمان والكزبرة، رغم إنه البصل بأكلات تانية باكله، بس مع الحراق إصبعه ما بعرف شو مشكلتي. يا جماعة اللي ما جرب هاي الأكلة بحياته راح عليه كتير، خصوصا لمحبين العدس والأكلات الشتوية، لازم تعملوها.